حاجة واحدة بس قادر ان هي تغير من طريقة تفكيرك، قادر تغير من شخصيتك، قادر تغير من طريقة نظرتك للحياة، قادر تغير من طريقة معاملتك للبشر كلهم، قادرة تغير من مستقبلك ومستقبل اولادك. الحاجة دي ببساطة هي القراءة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا صديقي الجميل. انا عبد الله محمد ودي قناه سكرابتل، وفي البلاي ليست دي انا هقرا كتاب وهاجي اقول لك والله الكتاب ده مفيد في 1 2 3. فلو انت من الناس اللي ما بتحبش تقرا كتير او بمعنى صح بتشوف ان القراءه دي شيء تقيل على قلبك، فانا ببساطه هقرا كتاب وهاجي اشاركك كل المعلومات المفيده في الكتاب ده. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا نبدا. في سنه 2019 قرات جمله حرفيا اثرت على كل حياتي. الجمله دي ببساطه كانت: الاغنياء لا يعملون من اجل المال ولكن المال هو الذي يعمل من اجلهم. هتيجي تقول لي انا مش فاهمك او عاوز تقول لي ايه برضه؟ ببساطه يا صديقي، الكاتب العظيم روبرت تي كيوساكي في كتاب الاب الغني والاب الفقير قال لنا الجمله البسيطه دي، واول ما سمعتها بصراحه قلت طيب ما هو عنده حق. يعني انا دلوقتي لو شفت اي انسان غني ما هو ما بيشتغلش، هو بيشغل فلوسه في حاجات تانية بتجيب له فلوس وهو قاعد في البيت. والوقت ده بالذات انا فاكره كويس جدا، كنت راجع من شغلي في البنك الاهلي وساعتها كان كنت زهق الدنيا كله فيا. فقلت ببساطه طب انا هفضل شغال موظف لحد امتى؟ انا مش حابب الحياه دي، مش حابب ان حد يقول لي اصحى كذا وتعالى كذا وروح كذا واعمل كذا وما تعملش كذا وكل الهري ده. انا عايز استقل بذاتي وعايز ابدا البيزنس الخاص بيا، سواء كنت هخسر او اكسب كده كده هتعلم واحده واحده. انا عارف ان انا هبدا اكبر وان شاء الله ربنا هيجعل لي رزق في الحاجه دي وهبدا اعمل فلوس في يوم من الايام وهبقى قاعد في البيت ومش هكون مضطر ان انا انزل اشتغل. وده كان الهدف او المين تارجت اللي انا كنت عايز اوصل له. طب قدرت احققه؟ خليني اقول لك في اخر الفيديو. انا النهارده مش جاي اكلمك عن المال او مش جاي اكلمك عن مصطلح الفلوس بتتعمل ازاي، انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص الا وهي القراءه. انا لما كنتش قرات كتاب الاب الغني والاب الفقير انا كان زماني لسه موظف دلوقتي، او بمعنى اصح كان زمان عقليتي في حته تانية. ولو ما كنتش قرات اكتر من كتاب زي العادات الذريه او العادات السبع الاكثر فعاليه او اصنع اكثر من المتاح، في كتب كتير جدا انا قراتها حرفيا اثرت في تفكيري وغيرت طريقه نظرتي للحياه وطريقه معاملتي مع البشر كلهم. طب الموضوع ده حصل ازاي او الموضوع بيمشي ازاي؟ ببساطه يا صديقي، انت لما بتقرا كتاب فانت بتشارك المؤلف اللي كتب الكتاب ده في كل فكره كانت في دماغه، زي ما تكون قاعد معاه بالظبط. يعني انت دلوقتي قاعد بتتفرج على الفيديو فانت حاسس ان انت قاعد معايا. ممكن تكون دلوقتي عامل كوبايه قهوه كده جميله وقاعد بتتفرج ببساطه ومستلذ بالموضوع وحاسس ان انا قاعد معاك كده بكلمك. هو ده بالظبط اللي بيحصل لما انت بتقرا كتاب، بتاخد افكاره وبتاخد تجاربه في الحياه وبتحاول انك تترجمها بحيث تكون افضل وافضل، والحاجه اللي هو واقع فيها بتحاول انت تتجنبها علشان ما تقعش فيها تاني. فبدل ما تكون انت اللي غلطت في الحاجه ديت او انت اللي تقع فيها وترجع تاني تقع فيها وتقع فيها تالت، لا انا بقول لك انا وقعت في ديت فتجنبها تماما. بمعنى اخر، من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها من كتاب الاب الغني والاب الفقير كان بيقول لك ما تشتريش الحاجه اللي مش هتجيب لك فلوس. يعني ببساطه انا دلوقتي شاب في بدايه حياتي وعايز اشتري بيت، البيت ده هشتريه هفضل ادفع له اقساط لمده 10 15 سنه. طب انا ايه اللي هيخليني اجيب بيت افضل ادفع له اقساط مدى الحياه؟ ما كده ببساطه انا بخسر فلوس، وكل يوم انا بحط فيه الفلوس في البيت ده هي الفلوس موجوده ولكن ما بتدخليش فلوس. فبقى ده التزام عليا شهريا ان انا بدفع 3000 جنيه او 4000 جنيه للبيت ده. طب ما انا ممكن افكر بطريقه افضل، انا ممكن احط الفلوس ديت في حاجه تانية تدخل لي فلوس وهي اللي تدفع قسط البيت، او ممكن اجيب البيت ده واجره في الوقت اللي انا ادفع فيه اقساطه واخلي البيت هو اللي يدفع اقساط لنفسه. فكده ده ما بقاش التزام عليا، ده بقى بيت هو اللي بيجيب فلوس وبيصرف على نفسه وممكن كمان مع الوقت يدخل لي دخل اضافي. فهي دي طريقه التفكير اللي روبرت تي كيوساكي كان عاوز يوصلها لنا من الكتاب بتاعه. كتاب تاني زي العادات السبع الاكثر فعاليه، كتاب تاني زي العادات الذريه بيقول لك انك لازم تستبدل العاده بعاده تانية. يعني انت مثلا لو بتصحى من النوم بتمسك الموبايل لمده ساعه والعاده ديت بالنسبه لك حاجه وحشه وانت عاوز تغيرها، فانت ببساطه بتجيب حاجه تانية بتحطها مكان الساعه دي. يعني مثلا اول ساعه في اليوم انا هنزل العب، هنزل اجري، هنزل اعمل اي حاجه تانية غير ان انا افضل ماسك الموبايل. فانت لو فضلت نايم مكانك في السرير انت لغيت العاده الاولانيه اللي هي انك تمسك الموبايل لمده ساعه ولكن ما جبتش عاده تانية مكانها. فده شخص خاض التجربه وجاي يقول لك عليها بمعنى ابسط عشان يفيدك. فالقراءه شيء عظيم جدا بيخليك تتعلم من تجارب الاشخاص التانيين وما تقعش في نفس غلطهم. وعشان انا بحبك فانا النهارده جاي اقول لك على خبر حلو جدا. في ناس ما بتحبش القراءه او بمعنى اصح بتشوف ان هي مضيعه للوقت، او انا لسه هقرا كتاب 500 600 صفحه، انا ما بحبش كده، او بيملوا او حاجات كتير. فانا
ببساطه في سكريبتل انا هعمل حاجه جميله جدا، هي عباره عن بلاي ليست اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي، هديها اي اسم، ممكن في اكتر من اسم جه على بالي ولكن بصراحه انا لسه ما اخترتش حاجه معينه. الفكره ببساطه هي ان انا هقرا الكتاب وهشوف الملخص بتاعه ايه، وهحاول ان انا اقسمهم لك نقط بسيطه واجي اشرح لك كل كتاب. فانت ببساطه تقول انا عايز الكتاب الفلاني انا هقراه، او لو كنت قراته قبل كده واعمل لك عنه ملخص جميل وهعمل لك عنه فيديو، بحيث انت لو بتتعب من القراءه ومش حاسس تضيع وقت كتير فانا هلخص لك الفيديو كله في ساعه او ساعتين، ممكن تسمعهم بالهاند فري بتاعك وانت في الطريق او انت في اي حته، او ممكن تنورني وتتفرج عليهم فيديو كده وانا بتكلم معاك، وده هيكون افضل. والحلقه اللي انت بتتفرج عليها حاليا هتكون اول حلقه في البلاي ليست دي. هسميها ايه بصراحه لسه ما قررتش، ممكن تقترح عليا اسم في الكومنتات ونشوف الموضوع ده مع بعض. انا عبد الله محمد ودي قناه سكريبتل، اتشرفت بيكم ومع السلامه.